ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد، قناه حياتك احلى من هند محمد. بما ان بكره اول يوم من ايام عيد الاضحى مبارك، فانا هعمل معاكم النهارده بقى ايه الفته واللحمه بطريقه صحيه 100%، وان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. هنحتاج نص كيلو من اللحم البقري متقطع مكعبات، ومعلقه كبيره من خل، بصلايه، 4 ورق لورا، 2 حبهان، 3 قرنفل، رشه جوز الطيب، رشه جنزبيل، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه سكر، تمام، ومعلقه ونص من الملح. وهنحط ملح في الاخر خالص قبل ما نقفل على الايه اللحمه، عشان لو حطينا ملح فيها بيأخر السوا. فحله سخنه على النار من غير ولا ماده دهنيه نهائي، هننزل بكميه اللحمه. اللحمه دي يا جماعه ملبسه، ملبسه يعني فيها نسبه دهون زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ايه اقلب اللحمه ايه لحد لما اللحمه ايه احس ان هي اتحمرت خالص. اقلب 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 لحد ما تحمر خالص. ده الشكل النهائي للحمه بعد ما اتحمر. هبتدي بقى انزل بالبصلايه، تمام، وهقلب كله مع بعضه. وبعد كده هنزل بالتوابل، 3 ورق لورا، 2 حبهان، 2 فص حبهان، 3 قرنفل، رشه جوز الطيب، رشه جنزبيل، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه سكر، واقلب كله مع بعضه. وبعد كده بقى هنزل بمعلقه كبيره من الخل اهو. وبعد كده بقى يقلب كله مع بعضه. وبعد كده هانزل بمَيّة سخنة بتغلي تكون مغطية كمية اللحمة. وبعد كده أقفل عليها أسيبها تتسلق. كده فتحت عليها كده لقيت المَيّة قلت عليها شوية، هازودها إيه، مَيّة تاني. في حلة سخنة على النار هاعمل بقى إيه، الرز بتاع الفتة. أنا هاعمل بقى إيه، رز حبة وحبة. أنا هاعمل 4 كوبايات ونص رز، هانزل بنص الكوباية في الأول، تمام، وهاقلبه لحد لما إيه، يتحمر معايا كده وياخد لون. حلة من غير ولا مادة دهنية نهائي. هابتدي أقلب 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 كده لحد لما الرز إيه، يتحمر. وبعد كده هانزل بيها كمية الرز 4 كوبايات، واقلب كله مع بعضه، تمام. اهو بصوا ده الشكل النهائي بقى ايه للرز بعد ما اتحمر. هنزل بقى باقي كميه الرز واقلب كله مع بعضه. انا عايزه الرز يا جماعه ياخد من سخونه الايه الحل. وبعد كده بقى هنزل بايه بالملح. انا مستخدمه 4 كوبايات ونص رز، هحط قصادهم ايه 4 معالق صغيرين وربع ملح اهو. واقلب كله مع بعضه. وبعد كده بقى هنزل بالسوائل، هحط كوبايتين شوربه وكوبايتين ونص ميه. كده الميه هنا ايه غليت كده على الرز، ابتدي بقى ايه اوطي النار خالص واسيب يستوي كده على نار هاديه. هنا جيت افتح عليه اشوفه استوى لسه، تمام. جيت اختبر كده الرزايه لقيتها ايه لسه فيها حته ايه جامده، لا عايز يكمل سوا. هعمل بقى الصلصه. ده نص كيلو من الطماطم المعصوره، تمام، خلاص. وهزود بقى الطماطم عشان انا حسيت ان الطماطم دي هتبقى قليله فهزودها. 4 حبات من الطماطم معاهم بصله دول على جنب، تمام. بصلتين دول هستخدمهم في الاول. 3 معالق كبار توم مهروس، معلقه كمون، معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ونص ملح. ده ربع فنجان صغير من الخل. اول حاجه البصلتين دول هضربهم في الكبه، دول اول حاجه، تمام. هضرب البصلتين دول في الكبه. هنا زودت في التوابل معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر، يعني معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ونص ملح. هنا في حله سخنه على النار هحط معلقه سكر واسيبها تتكرمل. اول ما تتكرمل كده هنزل بالبصلتين اللي ضربتهم في الكبه، واقلب كله مع بعضه كده لحد ما البصلايه ايه تصفر. وبعد كده هانزل بنص كميه توم مهروس. انا مستخدمه 3 معالق كبار توم مهروس، هانزل بنص الكميه، والنص الباقي هاضربه مع الطماطم في الكبه، واقلب كله مع بعضه كده، تمام. وبعد كده بقى ايه هانزل بنص كميه الخل، وباقي الخل برضه هاحطه مع الطماطم في الكبه، اقلب كله مع بعض. وبعد كده هانزل بالايه طماطم المعصوره لوحديها دي، واروح بقى ايه في الكبه هضرب 4 حبات طماطم معاهم البصلايه معاهم نص كميه التوم معاهم الخل وهضرب بقى التوابل، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه كمون، معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ونص ملح، وباقي كميه الخل. وهضرب بقى كل المكونات مع بعض لحد ما المكونات تبقى عجينه خالص، تمتزج المكونات مع بعض خالص زي ما انتم شايفين كده. واحط بقى على الايه الصلصه وهقلب كله مع بعضه واسيبها بقى ايه تتسبك. أنا عايزة بقى أخلّيها إيه، تبقى مصلصلة خالص ما يبقاش فيها سوائل. هاروح كده للرز كده أشوف استوى والّا لسه، هاختبر كده إيه الرزاية، اتهرست معايا تمام كده، يبقى كده الرز استوى. بُصّوا يا جماعة الرز عامل إزاي، الرزاية برُزِّتها مش معجِّن أهو، مش لازق في القاع زي ما أنتم شايفين، مفلفل، إن شاء الله تجرّبوه وهيطلع معاكم زي النتيجة دي بالضبط. هاروح أبُص على الصلصة كده لقيت فيها حبّة سوائل، لأ، لسه هاسيبها شوية.
السبب في اللون القاتم للصلصة ده يا جماعة، تمام، إن أنا كرملت بصل في الأول، هو ده اللي بيدّي اللون الغامق للصلصة. كده الصلصة كده إيه اتكرم الصلصة كده إيه تعتبر كده تقلت خالص، هابتدي بقى إيه أزوّدها. دي المَيّة اللي نزلت من الطماطم اللي هي اللي أنا كنت مخزّناها في الفريزر، أنا كنت طالعة طماطم مجمّدة، تمام، تفُك، فنزل منها مَيّة، فأنا المَيّة دي حطيت عليها معلقة نشا وقلّبتها إيه مع بعض كده، وبعد كده بقى هانزل بيها على الطماطم. طيب أنا ليه حطيت معلقة نشا يا جماعة؟ عشان الطماطم دي حسيت إن هي قليلة، فأنا عايزة أزوّدها، تمام، فحطيت معلقة النشا دي عشان تدّي لي يعني تخلّي الطماطم تقيلة، بحيث إن أنا أمّا آجي أزوّد الشوربة أو أزوّد مَيّة، تمام، ألاقي الطماطم تقيلة ما يبقاش فيها سوائل، ما تبقاش خفيفة. هنا جيت أبُص على اللحمة لقيتها اتسلقت، هنا زوّدت مَيّة وزوّدت شوربة، هابتدي بقى أقلّبها كده وأسيبها تاخد غلوة على النار. هنا بقى إيه، هابتدي بقى إيه، أرُص اللحمة كده في صينية بايركس، تمام، عشان هادخّلها الفرن، وهاجيب صوص بقى خَل على حبّة مَيّة أو حبّة ملح من مرقة اللحمة، تمام، رشّة جوزة الطيب، رشّة حبّهان مطحون، تمام، نُص معلقة فلفل أسود، ماشي، نُص معلقة إيه، ملح، ونُص معلقة بصل باودر وده اختياري، وهاقلّب كلّه مع بعضه وأجيب بقى إيه، فُرشة وابتدي بقى إيه، أدهن بيها إيه، اللحمة كده من فوق بحيث إن اللحمة إيه، تتشرّب من الصوص اللي أنا عاملاه، تمام، أنا هاعمل زي الصوص ده تاني يا جماعة، تمام، وهاسقي بيه اللحمة بس بعد ما تطلع من الفرن، تمام، ده الشكل النهائي بعد ما سقيت اللحمة كلّها بالصوص، تمام، هاحط حبّة مَيّة في القعر أو حبّة من مرقة اللحمة، زي ما تحبّي، ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، بُصّوا، هاسقي بيها برضه نفس الصوص برضه زي ما أنتم شايفين كده، تمام، ليه بقى؟ عشان اللحمة تكون طرية، إن ما تبقاش اللحمة ناشفة، وهابتدي بقى إيه أولّع فحمة، تمام، وأحط عليها زيت سخن، وبعد كده هاغطّيها بورقة فويل عشان الإيه، أكتم الهوا واللحمة تاخد من ريحة الفحم. هابتدي بقى أرُص صينية الفتة بتاعتي، ده العيش اللي أنا مستخدماه، ودي الشوربة بعد ما صفيتها. هابتدي بقى إيه أسقسق بيها إيه، العيش لازم الشوربة يا جماعة تكون سخنة بتغلي، والعيش يكون متحمّص. كده أنا سقيت إيه، كل كمية العيش، هاسيب بحبة شوربة كده إيه في الآخر كده، عشان إيه بقى، عشان أمّا آجي أضغط الرز زي ما أنتم شايفين كده، لو في عيش ما شربش من الشوربة يشرب، ما يبقاش في عيش ناشف وعيش طري. ابتدي بقى إيه أضغط الرز كده جامد، وبعد كده إيه أحط الصلصة، تمام، وابتدي بقى إيه أرصها كده زي ما يدور، ابتدي بقى إيه أفردها كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده بقى إيه أبتدي أحط اللحمة. ده الشكل النهائي لصينية الفتة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكفاية إن الوصفة معمولة بطريقة صحية 100%، وده أجمل حاجة. إن شاء الله انتظروا مزيد من الوصفات الصحية على القناة الفترة الجاية إن شاء الله. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، ويا ريت تدعموني بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى سعيد عليكم جميعا.